اللاعبين ايضا سليمان الجريد وكذلك العديد من اللاعبين. وكرة عند سالم، الله يا سالم، الله يا سالم، انه لاعب اسيا الاول، انه نجم اسيا الاول، يظهر نجم اسيا. دائما ما نعرف نجم سهيل، لكن من بين نجوم الدوري لابد ان يسطع نجم سالم، لابد ان يسطع نجم سالم. شوف اللقطه الماضيه، يا سلام على العرضيه من سلمان باليمنى، التأني وطلب الفار. الحكم الرابع إذن يطلب الحضور. جيرمان تلفينو يقول أن ربما هنالك طبعا لمسة يد في هذه، التالي سيكون الآن، ويقول هنالك ركلة جزاء قدم الصربي ألكسندر ميتروفيتش. جول ميتروفيتش، جول، والهدف الثاني للهلال. جمالك جمال، دلالك دلال يا هلالي يا متحدي. ألكسندر الصربي يمر من الحائل ويسجل الثاني في أجواء تعدي الكرة لا إمكانية التصويب. جول 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 برتغالية. تأخر القرار. أليكسيس إيريرا يتوجه ويأتي الهدف. لا يتوجه ويأتي الهدف. هدفان لصفر. إذن سلمان المهجر يعدي والكرة تصويب. جول جول رائع، جول ممتاز. طارق محمد يغارد ياسين بونو من مسافة بعيدة، من مسافة بعيدة. طارق جول، طارق جول، طارق جول. هذه الصورة، شوف أجمل لقطة وأحلى كورة. هذه هي فرقة رائعة ممتازة غريبة من متروفيتش. الروعة لمعتز البقاوي حارس الدائي، رائع. روبن نيفيز يوزع، غريبة رائعة. معتز البقاوي امام سافيتش ميلينكوفيتش. حارس الدائي هاريسون كلف. سالم الدوسري في تمريرة قصيرة خطيرة لمالكم، لكن في صافرة وخطأ لمصلحة الهلال في مسافة قريبة من مرمى الطائي. هناك أكثر من لاعب يجيد التسديد من هذه الأماكن، أولهم روبن نيفيز. والمراوغة هنا مالكم وروبن نيفيز. روبن في التسديدة لكن تصطدم في حائط السد، وبالتالي تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى رش على جهة اليمين في تمريرة إلى ميشيل دلغادو. ميشيل في عرضية لكن إبعاد من هيريرا إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. وإن كان الهلال متقدم لكن نتيجة مقلقة بصراحة. هنا العرضية رأسية، إبعاد. حتى الآن دفاعات، هذه المرة الباسيميدو هو من يبعد الخطورة على مرمى الطائف، وميتروفيتش كذلك في مرتين حتى الآن. العرضية خطيرة لكن إبعاد في اللحظات الأخيرة من جانب سعود عبد الحميد، أنقذ مرمى الهلال من خطورة محققة لمصلحة الطائي. هنا الإعادة، هنا الفرصة الأخيرة، أول الفرص للطائي أمام مرمى الهلال، لكن أبعدت من أمام. كرة على جهة اليمين، محاولة صافرة. يبدو بأن ربما